يلا بينا نعمل عجمية مع بعض لتجهيز حشو الكحك بطريقة سهلة وبسيطة، وهتطلع معاكي ناجحة، واقولك على حلها لو نشفت معاكي بعد ما تجهزيها، ولو لسه سايلة معاكي هقولك تعملي فيها ايه، هقولك على حلها معايا في الفيديو وهتنجح معاكي من اول مرة. يلا بينا نخش على المكونات. ايه هي؟ معايا هنا معلقتين من السمنة البلدي او سمنة عادية لو اللي تحبي، وهقولك برضو تعملي ايه لو انت عايزة يبقى ريحتها سمنة بلدي. زي ما انتم شايفين كده هسيحها سمنة بلدي بقى جاموسي او باريز مش هتفرق معايا، ومعلقتين كبار من الدقيق، وهحمصهم حلو مع بعض. شوفوا هم عاملين ازاي، انا هوريكم الدرجة اللي انا عايزاها، هفضل احمصهم يعني زي ما بتعملي بشاميل بس عايزاهم اغمق شوية. هقلبهم كويس مع بعض، وبعد كده هنزل بمعلقتين من السمسم اللي هو مش محمص، ابيض عادي. هحمصهم مع الخلطة بتاعتي اللي هي كأنها بشاميل، واقلبهم كويس. وكمان انا عشان لو انت عاملاهم بسمنة بلدي مش حابة تضيفي الاضافة دي مفيش مشكلة، انا عشان اعزز بس الريحة فحطيت نقطة من اسانس السمنة البلدي. لو انت عاملاهم بسمنة عادية حطي نقطتين ل3 نقط من اسانس السمنة البلدي، او ريحة السمنة البلدي موجود فين؟ عند اي عطار، او عند محلات مستلزمات الحلواني هتلاقيه بيدي ريحة حلوة قوي قوي للعجمية. شوفوا هو بتحمر بتبتدي تغمق معايا، انا هفضل اقلب فيها شوية برضو لحد ما تحسي ان هي تقلت حاجة بسيطة او لونها غمق شوية، وهبتدي انزل عليها بالعسل. مقدار كمية العسل بتاعتي قد ايه؟ ربع كيلو. ربع كيلو تجيبي برطمان ربع كيلو، يا اما كوباية كبيرة اللي هي المعيار ربع كيلو، او لو كوباية شاي، كوباية الشاي بتبقى مج الشاي بيبقى 200 جرام، هتحطي كوباية وربع. لو هو 200 جرام هتحطي كوباية وربع. لو جايباها آه، علبة جاهزة 200 جرام حط 250 جرام حطيها، هو يبقى 250 جرام. هفضل اقلب فيه كده لحد لما احس لونه غمق معايا. انا عايزة يبقى لونه غامق عشان تبقى درجة اللون بتاعته تبقى حلو، بس طبعا مش غامق قوي، انا عايزاه البني الفاتح زي ما هوريكم دلوقتي. انا مش عايزه اقطع في الفيديو عشان تعرفي الدرجه اللي انا عايزه اوصلها ايه وبيغمق ازاي. زي ما انتم شايفين كده بقلب كويس عشان ما يتحرقش من حته وحته لا. كده انا وصلت للون اللي عايزاه، ابتدي انزل بالبرطمان العسل. انا كنت جايباه 250 جرام فنزلت بيها، انا عايزه اللون الذهبي اللي هو الفاتح ده. هبتدي انزل وهتحسي ان هو الخليط سايح كده، تقلبتين 3 كده يعني بالظبط بالظبط دقيقتين وبطفي النار عليه. انت هتحسي امتى، هتعرفي ان هو استوى امتى؟ هيتقل معاكي. انا هوريكي شوفين هو عامل زي الميه ازاي، هوريكي دلوقتي هو هيبقى سمكه عامل ازاي، او التخانه بتاعته هتبقى عامله ازاي. بصوا هو عامل ازاي. هبتدي اقلب كويس، هتحسي بقى ان هو تقل معاكي كده في التقليب المستمر كده هو استوى. لو رفعتيه من على النار وحسيتي ان هو تقيل قوي هتحطي له معلقه من الميه وتقلبيه، معلقه من الميه وتقلبيه هتلاقيه فك معاكي. لو لسه تقيل هتضيفي معلقه كمان. لو خفيف بقى معاكي وما طلعش يعني طلع خفيف شويه هتحطيه على النار وتديله يا دوبك تقلبتين 2 وهتطفي عليه هيتقل معاكي. بصوا هو اللون بتاعه ظبط ازاي وتقل معايا ازاي. انا عايزاه كده ليه؟ لان انا لما انا هصبه دلوقتي هيبقى سائل شويه، يبرد شويه وهتلاقيه جامد معاكي. وتسيبيه بره، او لو مستعجله عليه حطيه بس في التلاجة. بس حطي كيسة عليه على وشه كده عشان ما يعرقش معاكي، وحطيه في التلاجة وتستخدميه كده. انا كنت طفيت عليه اصلا بس بوريكم هو بقى عامل ازاي. ده كده اللون والقوام بتاعه المظبوط جدا. هبتدي دلوقتي اصبه معاكم في الطبق، تشوفوا دلوقتي هو قوامه عامل ازاي. هو انت هتفكري ان هو سائل بس لا، هو بس مجرد ما يهدى من السخونيه بتاعته هيبتدي يتقل معاكي، وزي ما هتشوفيه كده دلوقتي معايا هيبقى عامل ازاي. انا غطيته في كيسه، بعد ما هدي غطيته بكيسه على وشه كده، ورحت جايه مدخلاه التلاجة لحد ساعتين كده، ورحت جايه مستخدماه في الكحك. هتشوفوا الكحك في الفيديو اللي جاي.
لو لسه مش متابعاني تابعيني، اعملي اشتراك وكومنت حلو ولايك جميل منك. كده زي ما انتم شايفين طرية خالص وحلوة وما بتاخدش وقت خالص، وهتطلع معاكي ناجحة ومظبوطة من اول مرة. لو استفدتي من الفيديو ما تنسينيش في لايك وكومنت حلو. باي باي.